يا مساء الفل عليكم. إيه اللي المفروض تعمله في عربية زيرو لسه شاريها عشان تحافظ عليها من نقصان المَيّة أو نقصان الزيت؟ أول حاجة لازم تكون مع التوكيل، على الأقل أول 4، 5 صيانات لو أنت ناوي إنك تطلع برّه التوكيل، وأنا مش من حلفاء الموضوع ده أوي، ولكن خلّينا نمشي زي ما التوكيل بيقول. فأول حاجة هتعملها هتكشف على الزيت كل أسبوعين. هتكشف ليه كل أسبوعين؟ لأن العربية في أول فترة لحد أول صيانة هو بيدّيك الوقت اللي تقدر إن أنت تكشف على العربية فيه، أو بمعنى أصح تتابع الحاجة اللي فيها، الزيت وضعه إيه، المَيّة بتاعة الرادياتير بتاعة التبريد وضعها إيه، فأنت برضه بتساعد التوكيل إنك تكشف على الحاجات دي كلها وتقدر تبُص على حاجة، حاجة، وتبقى دايمًا متابع العربية. فبالنسبة للزيت أنت بتتابعه كل أسبوعين، بيبقى الأول لازم تكون العربية باردة تمامًا، يعني الصبح تكون على أرض مستوية ما فيهاش أي ميل، بتطلّع مقياس الزيت تمسحه كويس وتدخّله تاني تسيبه حوالي 10 ثواني، وبعد كده تطلّعه. لازم الrange بتاع الزيت يكون في الrange ده، ولا هو فوق الفول ولا هو تحت الlow، يعني في الrange المسموح بيه. أمشي على ميعاد الصيانة مش بالكيلومتر بس، خلّي بالك من الحتّة دي، إن هو بيقول لك أول صيانة مثلًا بعد 5000 كيلو، أول صيانة بعد 10000 كيلو، أول صيانة بعد 1000. هو بيدّيك الmileage وبيدّيك كمان المدة، فلازم تلاحظ أيهما أقرب، يعني أنت لو ما بتمشيش بالعربية وعدّى عليك 3 شهور أو 6 شهور أيًا كان المدة بتاعة أول صيانة، فأنت لازم تروح لأن اللزوجة بتاعة الزيت بتقل، المصنع عارف حاطط زيت لزوجته إيه، مدة صلاحيته قد إيه، ويمشي قد إيه، فبيقول لك أيهما أقرب، يا بالmileage يا بالمدة، فلازم تاخد بالك من الحتتين دول. طيب أنت لو بتقيس الزيت كل أسبوعين، إيه اللي المفروض تلاحظه كل يوم وأنت بتركب العربية؟ وبرضه ده لحد أول صيانة لمّا تكون متطمن على العربية وكل حاجة فيها تمام ورُحت تعمل أول صيانة. أولًا لازم عينيك تبقى موجودة على لمبة الحرارة ولمبة الزيت، أي حاجة فيهم سواء الحرارة تزيد أو لمبة الزيت تنوّر، أنت لازم تُقف على طول وتبطّل العربية. بعد كده العربية على كساحة وعلى التوكيل. ريحة حرق زيت، لو أنت بتركب في ريحة للزيت لمّا بيتحرق، فده لازم تكون واخد بالك منه، لو شميت ريحة طالعة من الماتور مش طبيعية اسأل، لو أنت مش عارف اسأل، ولو لقيت دخان أزرق طالع من الشكمان ورا أو بُقع تحت العربية، يعني ما يمنعش إن أنت تبُص بصّة تحت العربية شوف هل الزيت في زيت نازل، في أي حاجة، في مصفّحات بتبقى موجودة، بس لمّا تكون العربية مركونة فترة والزيت نزل لو في أي تسريب بيبان، كل ده أول ما تشتري العربية لازم تاخد بالك منه، مش المفروض إنه يحصل، بس أنت لازم تبقى واخد بالك. أمّا بقى قصة سائل التبريد بتاعة الرادياتير، فدي ليها قصة. أنت عندك minimum وعندك maximum في القربة، الminimum والmaximum هو ده المدى المسموح بيه في المَيّة إن أنت ما تبقاش قلقان. لقيتها على الminimum مش غلط، لقيتها على الmaximum مش غلط، ولكن أنت بتقيس المقياس بتاعك في الrange ده، لمّا يقل عن الminimum تبتدي علامات تعجُّب تظهر قدّامك، وده هيحتاج إنك ما تستناش أسبوع عشان تشيّك على المَيّة، لأ أنت محتاج إنك تشيّك عليها تاني على تاني يوم بالكتير. ليه؟ لإنها لو نزلت أكتر من كده هتطلع على التوكيل تقول لهم أنا مَيّة الرادياتير أقل من الminimum بقى لها يومين وبتقل، أنا جيت لكم والقربة لسه فيها مَيّة، فعايز أعرف سبب التسريب إيه؟ طب أنت ممكن تزوّد أنت المَيّة وتضبط الدنيا والدنيا تبقى تمام، مش صح، لسبب أنت كده بتضلّل الفني بتاع التوكيل اللي واخد training ومتدرّب على العربية عشان عارف نسبة التبخير اللي بتحصل في القربة دي نسبة طبيعية والّا محتاجة إنك تتزوّد أو محتاجة إنها تتكشف. وبالتالي لمّا أنت بتروح له بالنسبة القليلة اللي نقصت من المَيّة، فده طبيعي جدًا، لإن هو كل 10.000 كيلو لمّا بتروح تعمل الصيانة، هو عارف نسبة التبخير اللي في العربية وبيزوّدها من عنده بالمَيّة المسموح بيها أو بالموصي بيها من التوكيل. لكن حضرتك لمّا تزوّد أنت ضلّلته، هو ما بقاش عارف ده تبخير عادي والّا فعلًا في تسريب، وبالتالي هيبيّت العربية عنده عشان أول حاجة هيقيس على السخن والموتور سخن، يقيس الضغط بتاع المَيّة، تاني حاجة هيقيس تاني يوم والعربية باردة، يشوف الضغط بتاع المَيّة، ومعاه لو في أي حاجة بتقِل، وبالتالي بيبقى بالتبعية في عندك خرطوم، يا إما مشقوق، يا إما في تسريب مَيّة أيًا كان المكان اللي موجود فيه، ودي مهمة التوكيل أو الفني اللي بيشتغل في العربية. أهو ده مثلًا موتور تربو 1500 سي سي، ليه قُلت تربو هاقول لكم حالًا. عندك هنا دي قِربة الزيت بتاع الفرامل، تمام، مش شرط إنك تبُص عليها أوي لإن هي كده بتكون مضبوطة على الMaximum ولو فيها أي تغيير بيكون التوكيل هو اللي بيتابع فيها التغيير، ودي بتتغيّر كل سنتين
لأن ليها عُمر مش mileage، هي ليها عُمر كل سنتين بيتم تغيير الزيت فيها. طيب دي قِربة المَيّة بتاعة تبريد التربو، حلو، وادي شكلها والمنسوب بتاعها. دي القِربة بتاعة مَيّة المساحات، ودايمًا الصورة دي هتكون موجودة كده على قِربة مَيّة المساحات، وهي دي اللي مسموح لك إن أنت تزوّدها لمّا تنقص. أمّا القِربة المهمة اللي مجننة الناس فهي دي قِربة الرادياتير، آدي الMaximum وآدي الMinimum. أنا عندي على الMaximum وبقى لي 1500 كيلو بعد الصيانة ماشية والدنيا تمام وزي الفل. دي كانت أهم حاجات ممكن أنت تبُص عليها في بدايات شراك لأي عربية. ليه؟ علشان أنت بتساعد المُصنّع اللي قفّل لك العربية وادّى لك عربية زيرو إن تكون الدنيا تمام زي ما الPDI عمل. وارد بعد ما العربية تتحرّك وبتبتدي الموتور يسخن، تشوف وتشم ريحة شياط من ورا. الشياط ده مش حاجة خطر، الشياط ده بيبقى علشان الأجزاء بتاعة العربية اللي متركّبة لسه جديد فيها شوية بلاستيكات، مع السخونية والشكمان والحاجات دي كلّها والعوازل اللي موجودة تحت، بتبتدي تروح، تطير. فمع السخونية دي بتحس بريحة شوية حاجات محروقة. لأ، ده مش خطر ومش قلق خالص، ده أنت عادي العربية لسه جديدة ولسه زي ما بيقولوا بتليّن، فما تقلقش. ودايمًا حافظ على عربيتك بإنك تبُص على المَيّة، تبُص على الزيت من آن لآخر في أول فترة شراك للعربية فقط. بعد ما تعمل أول صيانة خلاص الموضوع بقى في حجر التوكيل، هو عارف الموتور بتاعه وصل لفين، شال الزيت اللي كان محطوط من غير ما أنت تكون لاعب فيه، فعرف إن النسبة اللي نازلة من العربية دي النسبة المضبوطة، حتى لو هي على الminimum عشان في ناس كتير بتقول الminimum ده خطر. لأ، في أول ما العربية بتكون زيرو عادي إن الزيت يكون على الminimum. بعد كده التوكيل لمّا هيعمل الصيانة هيحط الزيت بتاعه هتلاقي المنسوب مضبوط. الموتور أجزاؤه بتتشبع بالزيت الأولاني اللي بيتحط في الموتور، وبالتالي المنسوب بتاعك بتاع المقياس بيكون على الminimum أو فوقيه بحاجة بسيطة. بعد أول صيانة هتلاقي الدنيا ضبطت والدنيا تمام، فما تقلقش. وزي ما قُلنا ما تحرقش على العربية في أول الفترة بتاعتها، عشان الدنيا لسه بتطبّق على بعضها، تمام؟ تعبتكم وطوّلت عليكم، واتشرّفت بيكم جدًا.